السلام عليكم حبايبنا، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم مع بعض عن تاني نوع من انواع البورات او الدريل المستخدم في عمليات العظام بكثره، وهو الباور الهواء. تمام، احنا قلنا عندنا 4 انواع من البورات. اما باور كانيوليتد، وده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات، مهم جدا نروح الفيديو. اتكلمنا عليه وقلنا ان هو ادق وافضل باور مستخدم في عمليات العظام. ليه؟ لان الباور ده بيتعقم في الاوتوكلاف زيه زي الاوتوكلاف بالظبط. طيب انت شغال في مكان مش متاح فيه الباور الكانيوليتد، نقف على الشغل؟ قال لك لا، هنستخدم الباورات الثلاثه التانيين، اما باور هواء، اما باور بطاريه، اما باور كهرباء. طيب النهارده هنتكلم عن الباور الهواء وفكرته وبنستخدمه ازاي. الفيديو الجاي نتكلم عن الباور البطاريه، الفيديو اللي بعده الباور الكهرباء. طيب النهارده بنقول عندنا باور اسمه باور هواء. باور هواء كل قسم ان هو بيشتغل بضغط الهواء، ما فيهوش بطاريه ولا كهرباء ولا حاجه، ضغط هواء مركزي في المستشفى. طيب ده التيوبه بتاعتنا او السلك بتاعنا بيستحمل معاك لحد مثلا حاجه و30 بار، فضغطه شديد. فاحنا الضغط بتاعنا في المستشفى البايب لاين بتاعتنا، وهفهمك يعني ايه البايب لاين كمان شويه، ضغطها 4 بار و7 بار. طيب ده بيشتغل بضغط الهواء، اسمه باور هواء. بيركب ازاي؟ شايف انت اللوك او السيستم ده؟ بانسيرت بنعمل بندخل الخرطوم ده هنا كده، بندقه بس جامد شويه عشان يلوك معايا. طب انا حابب اخرجه ازاي؟ موضوع ابسط مما تتخيل. شايف الحلقه دي؟ بتشدها لورا كده، بعدين اخلع الخرطوم بتاعك. يبقى احنا عشان ادخل مش محتاج اعمل حاجه، انا هزقه بس جامد جوه كويس جدا. طب عايز اخلعه، اخلعه ده كده اللي احنا هنركب. طب عايز اخلعه، بشد الحلقه لورا واخلع معايا. طيب هنركب اهو جامد. ركبنا، بعد كده اعمل ايه؟ شايف اللوك التاني ده بيركب في البايب لاين بتاعنا. قرب كده معايا. المواسير فيه اسمها بايب لاين. بايب لاين يعني مواسير مركزيه في المستشفى متثبته، دايما هتلاقيها ثابته في كل المستشفيات او في اي مركز ايا كنت شغال فين. لازم الابيض يكون اكسجين، الاسود يكون هواء. ده ضغط 4 بار، ضغط 7 بار، وهنا الفاكيوم او السنترال سكشن اللي هو الشفط المركزي. ما علينا، خلينا هنتكلم النهارده على الماسوره الخاصه بضغط ال4 بار. ده اللوك بتاعنا، هعمل له انسيرت اهو. وبعدين ركبت، ايه اللي هيحصل؟ ارفع دي لفوق. خلاص كده خدعنا ماسوره وضغط الهواء شغال. النهارده كده مع بعض قلنا ان الباور الهواء دايما ضغطه صعب وكبير وغشيم. الباور ده بيستخدم اكثر في عمليات زي انترلوكينج تيبيا او فيمر، عشان ده يعني بنريم بيه. كلمه بنريم يعني احنا بنوسع بيه او بنستخدمه في عمليات محتاجين ضغط باور عالي، فده دايما يرشح وبكثره. كل القصه ان هو ضغطه على، بصوا عامل ازاي ضغطه عالي بشكل مش طبيعي. كل القصه النهارده بنعلمك ازاي نركب البونط عليه وازاي اخلعها. الموضوع بسيط خالص. قلنا ده اسمه الظرف. الظرف ده انا بكنترول عليه عشان خاطر اطلع ال3 حلقات دول عشان امسك بيهم البونطه. فانا بقلب الظرف ناحيه ايه؟ ناحيه الشمال. طب انا مثلا عايز افك البونطه بتاعته وادخله واوسع الفتحه دي، فانا ناحيه اليمين اهو. كل قصه ناحيه اليمين يوسع معايا الايه؟ الفتحه بتاعته اهو. ماشي. عايز اركب البونطه، لو انا لسه في الاول خالص بتعلم بدخل البونطه. دايما البونطه بتلاقيها مشطوفه في الاول كده عند اخر الشطفه دي وبتقف عندها، ما تدخلش البونطه وخلاص. عشان تكنترول عليها صح بنسنطرها بين ال3 حلقات دول، وعند حته مشطوفه وابدا ان انا ايه؟ اركبها. طيب ركبتها اهو، عايز اطلع الحاجات اللي جوه، اطلعها ازاي؟ قلنا نلف ناحيه الشمال. الموضوع ابسط مما انت تتخيل اهو، ناحيه الشمال والوك جامد اهو، جامد معايا. فاجي ابص ابنط. الموضوع بسيط خالص اهو. لو البونطه مستقيمه معاك وهي بتلف كده يبقى انت مركبها صح. طيب بتلق معاك او ان هي بتاخد كيرف عالي كده وهي بترول حوالين نفسها، اعرف ان دي متركبه غلط. طيب انا عايز افك البونطه دي واخلعها. قلنا ده اسمه الظرف. الظرف ده هو اللي بيتحكم لي في ان انا امسك البونطه او لا. قلنا لو انا عايز امسكها هلف ناحيه الشمال. طب انا الظرف ده عايز افكه عشان اخلع بونطه واحط بونطه غيرها، يبقى افك ناحيه اليمين. يبقى انا همسك الظرف جامد وافك ناحيه اليمين بتاعنا اهو. اليمين اهو
ايه اللي حصل معايا؟ الحلقات دخلت جوه اهي والبونطه اتخلقت معايا. كده احنا اتعلمنا مع بعض ازاي اركب البونطه بتاعتي. لما تقدم اكتر هتلاقي الموضوع ابسط من بساطه. هعلمك ازاي اركبها وانا من غير ما اقعد الف كده، ازاي كنترول عليها عن طريق الضغط نفسه. بص يا سيدي، البونطه همسكها بالصباعين دول اللي هو الصم والاندكس او الفور فينجر بتاعنا اللي هو السبابه والابهام. قول اللي يعجبك. انا همسك البونطه اهيت، عندي كفه ايدي مع اخر صباع هما اللي هيمسكوا الدريل، هما اللي هيمسكوا الدريل بتاعتي. بص كده معايا اهو، هدخل البونطه بتاعتي جوه، وقلنا بالحته دي اللي هي كفه ايدي دي واخر صباع همسك بيهم الظرف جامد، لازم اكتفه عشان اقدر اتحكم في التلات حلقات اللي جوه. بعد كده هعمل ايه يا سيدي؟ بعد كده بخلي الباور بتاعنا على الادفانسد. عندنا الزرار ده هو اللي بيتحكم لي في طلوع وخروج التلات حلقات اللي جوه. اما حاجه اسمها ادفانسد يعني هيطلع لي الحاجه، او ريفيرس هيدخل لي الحلقات اللي جوه. انا عايز امسك حاجه يبقى انا هطلع، يبقى انا هدوس على ايه؟ الادفانسد بتاعنا. همسك الظرف كويس جدا جدا عشان ما يعورنيش عن طريق اخر صباع والحته دي وكيف الايد دي. همسكها وامسك البونطه بدي واركز بعيني ان انا اطلع الادفانسد بتاعنا بالشكل ده. الموضوع ابسط مما تتخيل اهو. كل قصه ان انا ايه؟ همسك البونطه بتاعتي، تركز معايا، بص كده معايا اهو كده مسكت البونطه بتاعتي اهو. طب عايز اخلع البونطه دي اخليها على الريفيرس، امسك الظرف كويس، اخلع البونطه بتاعتي بالراحه خالص اهو، خلعت معايا. ده كان فيديو النهارده عن الباور الهواء. هل ده متاح دلوقتي في كل الاماكن؟ لا، لان هو زي ما قلت لك هو مش اندر كنترول، بيشتغل بالضغط، فالضغط بتاعه ممكن يعمل لي حاجه في الكسر بتاعي وتخلي الكسر بتاعي كومبليكيتد اكتر من هو اصلا صعب. فلا ينصح بيه الا في العمليات اللي محتاجه ضغط باور او الباور يكون كويس وقوته كبيره، بس غير كده لا ينصح باستخدامه. ده كان فيديو النهارده عن ازاي استخدم الباور الهواء، وده تاني نوع من انواع الباورات. الفيديو الجاي باذن الله نتكلم مع بعض عن الباور البطاريه، الفيديو اللي بعده عن الباور الكهرباء. نورتونا. لو انت على اليوتيوب مش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، لو انت على الفيسبوك مش تعمل لايك للبيتش، شير ليها، تاج لكل اصحابك، وان شاء الله نشوفك في الفيديو القادم. سلام.